الكلمة الختامية للسيد رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، فليتفضل مشكورا. شكرا الأستاذة هند، السيدة رئيسة الجلسة. أنا في الختام بغيت غير أولا نشكر الإخوان المحاضرين واللي كانوا في الكلمة الافتتاحية على كلماتهم وعلى تدخلاتهم وعلى مداخلاتهم القيمة اللي من خلالها يعني فهمنا يعني بعض الجوانب من هذا النص التي تطرح إشكالات كبيرة. كذلك نشكر الإخوان والأخوات المتدخلين اللي كذلك نورونا بعدد من الجوانب كذلك اللي هي ناقصة في هذا النص. أنا في الأخير بغيت نتبادل معكم 3 ولا 4 ديال الأمور. الأولى سبقني الأستاذ الحافظي بالتذكير بها، وهو أن المسطرة التشريعية، وخا قلتها في المقدمة لأنه فصل 71 من الدستور كيعطي للبرلمان هو السلطة ديال التشريع، لا سلطة معه أو إلى جانبه، بالرغم من أننا نجد سلطات أو هيئات أخرى تمارس واحد نوع من التشريع، ولكن السلطة ديال التشريع عند البرلمان. المسطرة ديال التشريع صحيح تبدأ من مصلحة التشريع في الوزارة المعنية، ثم كيتبناها يمكن الوزير قبلا أو بعدا، ينتقل بها للمشاورات، كيتشاور مع القطاعات قبل ما يصيغها. بعد ذلك بعد ما يصيغها كيحيلها للأمانة العامة. الأمانة العامة حتى هي كتعاود نفس العملية ديال المشاورة مع القطاعات الحكومية مع الوزارات، كترسلها وكدار لجان تقنية من مختلف الوزارات. طبعا كيبقاو في الاخر غير اللي معنيين. دابا هنا كان الكلام حول وزارة الأوقاف. وزارة الأوقاف في بعض القوانين ما كتكونش حاضرة، فهذه جات حضرات وقالت الرأي ديالها الأول والأخير وإلى غير ذلك. بعد ذلك حين يصاغ النص كيدخل في جدول الأعمال ديال الأمانة العامة للحكومة لكي تعرضه بعد استشارة رئيس الحكومة لتعريضه على المجلس الحكومي. كيدخل في جدول الأعمال ديال المجلس الحكومي، كيتناقش في المجلس الحكومي. واخا الوزارات كانوا في الجانب التقني حاضرين مع الوزارة المعنية، كانوا في المشاورات مع الأمانة العامة للحكومة، من حق الوزراء كيجيو ليدلوا بمواقفهم. ولذلك تجدون هذا الشيء كاينه في القانون التنظيمي ديال أشغال الحكومة، وكتوجدوا في البلاغات ديال الحكومة 3 ديال العبارات: صادقت الحكومة على مشروع قانون، أرجأت دراسة هذا المشروع القانون، وافقت عليه بإدخال بعض الملاحظات اللي كيتولاها رئيس الحكومة ولا كيدير لجنة باش كيتبعوا. هادو هما بعد ذلك ملي كيتصادق عليه كيجينا للمجلس النواب. في مجلس النواب كاين نصوص اللي عندها واحد الأجل ديال 10 أيام عاد تبدا المناقشة ديالها. طبعا الدستور كيفرق واحد 3 كيمشيو لمجلس المستشارين، الباقي كله كيجي لمجلس النواب. فإذا منين كيجي مجلس النواب كيفوت هذيك الأجل ديال الإحالة على اللجنة، كيتعرض على المكتب، كيدوزوا يوم الثلاثاء، كيعرضوا على اللجنة، كيجي اللجنة. دابا هذا كيجي لجنة العدل والتشريع، كيدوز 10 أيام خصها تبدا المناقشة ديالو، إلا ما كانش طبعا في الدستور في النظام الداخلي حالة الاستعجال. طيب هذه المسطرة حنا اليوم فيها، حنا وصلنا اليوم راه عندنا النص وغادي يبدا يتناقش غدا في لجنة العدل والتشريع. علاش كنقول هذا الشيء؟ لأن الإخوان قالوا أساسا سحب المشروع واحتياطا أو احتياطيا إدخال التعديلات عليه. سحب المشروع ليس من اختصاصنا نحن كبرلمان، اللي باش تفهموها. سحب المشروع هو اختصاص ديال الحكومة، من حقها أن تسحبه في أي مرحلة من المراحل.
مرحلة، قبل المناقشة، أثناء المناقشة، أثناء التعديلات، بعد التعديلات، في أي مرحلة أعطاها الدستور، في أي مرحلة يمكن أن تسحبه أو أن تعدله. طيب، هذه الحكومة سحبت 7 المشاريع. سحبت المشروع القانون الجنائي المتعلق اللي فيه الإطراء غير المشروع، سحبت المشروع القانون المتعلق باحتلال الملك العمومي البحري، سحبت مشروع القانون المتعلق بالمقالع، سحبت مشروع قانون المتعلق بالتغطية الاجتماعية الشاملة، وسحبت واحد القانون قريب منكم، هو وكيل أعمال محرر العقود الثابتة، تا هو جا كمشروع وسحباته. إذا الممارسة كون الحكومة أن تسحب. كاين نوازل عندنا في البرلمان. هذا القانون الجنائي ديال الإطراء اللي فيه الإطراء غير المشروع راه جابوا وزير الدولة الأستاذ الرميد، هو اللي جابوا. وعلاش بقى من هذيك الساعة دوز 2 الحكومات عاد وصل؟ لأنه نقول لكم بالواضح تمت عرقلة المصادقة عليه من طرف الأغلبية. واخا احنا كنا في الأغلبية كعدد 100 وعندنا 124، لكن خلينا نقول لكم تواطأت فرق من الأغلبية مع المعارضة من أجل عدم تمريره. وصلنا للتعديلات فلم يمر. ما مر مع الأستاذ الرميد، ما مر مع أوجار، ما مر مع بن عبد الله بن عبد القادر عفوا، وما مرش بل سحب مع السيد الوزير السي عبد اللطيف وهبي وزير العدل المحترم. هذا باش تعرفوا غير المسطره وتعرفوا ملي كتقولوا شي حاجه شكون اللي خصو يديرها. طيب، انا كنعرف بالنسبه للاحتلال الملك البحري كانت واحد اللجنه تصول وتجول داخل البرلمان تلتقي بنا وتؤكد علينا بضروره ادخال التعديلات او سحبه، وبقات على كل حال سمعوا منها الفرق، كل فريق سمع منها. نعطيكم غير مثال، لان ذاك الاحتلال الملك العمومي جابت الحكومه السيد الوزير السي عبد القادر عماره كان الاشكال في 3 المواد، ولكن الماده الاساسيه هو هذاك الاحتلال شحال المده ديالو. جاء في مشروع القانون هادو اللي بانين على البحر 7 سنين ويسوي الوضعيه قابله للتجديد. جاو الاخوان اقترحوا عليا، وانا ذاك كرئيس لجنه الماليه، ولكن على كل حال اساعد السيد رئيس الفريق السي مصطفى الابراهيمي اللي حاضر معنا، وناقشت الموضوع مع رؤساء الفروق. شنو المشكل؟ قال لك 7 سنين غير كافيه. قلت له شحال بغيتو؟ قال لك 10 سنين. مشيت كنتفاوض مع الحكومه جبت 10 سنين، من بعد قال لك لا 15 عام، من بعد قال لك 20 عام قابله للتجديد، وبقى المشروع تما. فلذلك انا ما كنقول لكمش شنو الطرق اللي غديروا، انا كنقول لكم في البرلمان شنو وقع في البرلمان باش انتم تفهموا. باش انا نقول لكم، انا كعداله والتنميه كانت عندي 124 ولم اقف ضد التشريع، واليوم انا عندي غير 13 ويصعب علي ان اعرقل التشريع. باش نقولها لكم شغالي غنديروا، ولكن كل واحد خصو يدير شغالو. الامر الثاني، هذا الصندوق ديال الايداع، انا غادي نقولها اذا حضرت غدا، ولكن نقولها الان. ما يمكنش نهائيا ان نقبل واحد، حيت الاخوان تكلموا على المساواه مع هيئات اخرى. سي سعيد الصروخ تكلم على المساواه، واخوان اخرين المساواه مع هيئات اخرى. انا ماشي ما طرحش انا كاع المساواه. احد الاساتذه المحترمين قال لي واحد المعلومه خطيره ومشيت كنقراها الان. ما يمكنش تتابع العدول بغسيل الاموال وما عندوش
الصندوق فين غيحط هاد الفلوس؟ كاين خمسة د القوانين من 2003 ديال القانون الارهاب وتمويل الارهاب جايين حتى ل 2019 ديال غسيل الاموال. وشكون اللي هما مكلفين؟ 3: المحامون والعدول والموثقين. ما يمكنش. دابا انت كتقول له في واحد المرحله، مرحله الاشتباه، جا واحد جوج الناس كيكتبوا عني، وانت خاصك تصرح بالاشتباه بان هذا السيد انا خصك تعلم به ولا ما علمتيش به، كيتبعوك بالقانون الجنائي. هذا ما فيها لا الا ولا حتى. ايوا ما يمكنش. هادوك كيف يمكن للدوله ان تعقل على تلك الاموال وهي ما عرفاش فين هي؟ انت صرحت يا سيدي، جا عندك فلان قدور بن الجلالي ما عرفتش كيبيع وكيف السلاح ولا ما عرفت فاش كيبيع، جاب واحد الفلوس بغى يشري بهم عقار ولا ما عرف شنو، صرحتي انت بالاشتباه فيه، ولكن ما شديتي والو. ما دوك الفلوس ما كاينينش. ستعقل على ماذا؟ تعقل على العدول. والله هو اللي بقى لك قدامك تعقل عليه تا هو. اخيرا بغيت نتقاسم معكم هذا الهم. هو كاين خطاب ديال جلاله الملك في 2015 واخا نتوما جاوبتوا عليه، ولكن معليش انا راني طبيب، راني ماشي محامي ولا قاضي ولا، انا طبيب. طبيب. كيمكن ملي كيجي قانون جلاله الملك في 2015 تكلم على انه فيما يتعلق بالتشريع ما خصش يكون حضر الفئويه، لو كوربوراتيزم ما خصوش يكون. انا كطبيب صحيح كتجيني الغيره ملي يكون قانون كيهم الاطباء، خصني نكون حاضر فيه، نناقش فيه، ندافع عليهم الى غير ذلك. لكن خرجت في كلامكم انا كنطلب منكم وكنلح بانه ونحن نناقش هذا القانون اللي كيتعلق بكم خص يكون حاضر عندكم المصلحه العامه، المصلحه العامه. ولذلك اخر طلب عندي هو التعديلات اللي عندكم ما تبخلوش بها، اعطيوها لنا، اعطيوها الاحرار، اعطيوها الاصاله والمعاصره، اعطيوها الاستقلال، اعطيوها الاتحاد الاشتراكي، اعطيوها الحركه الشعبيه، اعطيوها الاتحاد الدستوري، اعطيوها التقدم والاشتراكيه، اعطيوها العداله والتنميه، اعطيوها المجموعات اللي كانت حاضره معنا ديال النواب غير المنتسبين. اذا بغيتوا هذا الراي ديالكم يوصل، هو وصل اليوم ووصل بقوه. نحن لن نبخل في الدفاع عن مهنتكم وعن شرفها. انا قلتها واعيدها، هذه المهنه شريفه مرتبطه بالهويه ومرتبطه بالمرجعيه، ولكن انا اتقاسم معكم هذه الهموم، ولكن عاونونا ان التعديلات خصها تكون حاضر فيها هذا الجانب ديال الدفاع عن المرتفق والدفاع عن الصالح العام، وطبعا الدفاع عليكم على الجوانب اللي هي السلبيه التي تمسكم. شكرا لكم، وسمحوا لنا دايرين واحد الحفل بسيط ديال الشاي، واحد الحفل بسيط ديال الشاي، ارجو ان تشرفون به. مرحبا. شكرا. ولتذكير هذه الفعاليات ديال هذا اليوم الدراسي راه غتوجدوها في الصفحه الرسميه ديال مجموعه العداله والتنميه في الفيسبوك. مرحبا، في انتظار اننا نحطوا ان شاء الله المداخلات الاخرين.